هل ده مستوانا؟ هل هي خلاص ما فيهاش اكتر من كده؟ جبنا اخر الاستيك خلاص. يعني حسام حسن لو كان غير طريقه اللعب وكان نزل لعب بطريقه هجوميه ومسكنا كرة واستحوذنا ولعب باربعه ورا او لعب بخمسه ورا بس في واحد بيزيد في نص الملعب، وحاولنا نمسك الكرة على السنغال ونزيد وواحد من على اليمين وواحد من على الشمال، وجرب تروح وجرب تاخد منهم نص الملعب، هل كنا نجحنا والنتيجه ما فتحتش ودخل فينا جوان؟ ما اقدرش اجزم لك بده، ما اقدرش اقول لك لا كنا هنلبس شكارة الجوان، وما اقدرش اقول لك اه صح هي دي الصح. ليه؟ لان هما الكوره ما فيهاش قاعده، ما لهاش قانون، هو كل شيخ وليه طريقه. هو الراجل شايف ان المعطيات اللي عندي بتاعت السنغال انا اقدر احل معاها بالطريقه دي، اللي معايا يقدر يحل بالطريقه دي. ما نقدرش ننفي او نثبت ان العكس كان هيبقى احسن غير لو جربنا العكس. بس اللي اقدر ااكده لك واجزم لك عليه ان لو كان حسام حسن فتح وكان لبس اجوان، كان نفس المنتقدين ونفس الانتقاد بتاع انت ايه اللي موقفك ورا وانت ليه خايف ما تلعب كوره يا عم وما تبقاش على حاجه، كانوا انتقدوه انت ليه فتحت ولا عملت شوارع، ده السنغال يابا انت بتلعب في الدوري المصري، انت كنت قفل زي ما قفلت في كوت ديفوار، انت ليه بتغير الطريقه؟ ليه؟ لان احنا عندنا قاعده ثابته للانتقاد، في حاجات كده مسلمه. خسرنا واحنا بندافع هيقول لك يا باشا انت ليه واقف ورا وحارمنا، وفيديوهات بقى تطلع من الاجيال القديمه وازاي كنا بنلعب كره حلوه واحنا دلوقتي اجلي فوتبول وبنلعب وبنحرم نفسنا ان احنا نمتع نفسنا. خسرنا واحنا فاتحين يقول لك احنا ما عندناش لعيبه والمدرب فاكر نفسه بيلعب في مش عارف مين. زي بالظبط ما انا كده كنت قاعد بتفرج على الماتش وكان في واحد قاعد جنبي معانا يعني، واول ما الكاميرا جت على صلاح في اخر 5 دقايق في اخر 3 دقايق كان صلاح عامل رياكشن بوشه كده، فالراجل بص له وقال له، او الراجل اللي جنبي انا قال ايه، معاك حق يا ابني والله ما انت بتلعب حواليك شويه ناس عوله. فبصيت له ما قدرتش امسك نفسي مع اني ما اعرفش الراجل ده، قلت له يعني مين اللي حواليه ناس عوله؟ قال لي صلاح. قلت له صلاح كان فين طول الماتش؟ يعني اللي حواليه ناس عوله ده كان ظهوره فين طول الماتش؟ ما كانش موجود. حسام عبد المجيد المحلي اللي انتقد في اول ماتش وبنقول ها ده بيعرج ده بطيء ده حسام عبد المجيد بالنسبه لي نجم الماتش، نجم الماتش، احسن واحد في ماتش مصر والسنغال، احسن مصري في ماتش مصر والسنغال. كان قادر يظهر رغم التكتيف اللي كنا فيه، مرموش على استحياء كان ليه كوره ليه كورتين. صلاح حرفيا على مدار الماتش على مدار الماتش كله خسر كل كوره جات له، يا اما باص غلط يا اما بيتضغط عليه وتتاخد منه. فهو نفسه كان بيعمل ايه عشان يبقى اللي حواليه عولة؟ انا مش بتكلم في صلاح ولا مش صلاح دلوقتي، انا بس بتكلم في ان عندنا قاعدة للانتقاد. خسرنا فاحنا بنلوم الطريقة لو احنا بندافع، لو بنهاجم هنلوم ان احنا فاتحين الدنيا ورا، وبعد كده نقول ان صلاح ده مظلوم بالناس اللي حواليه سواء بقى صلاح كان بيلعب او ما بيلعبش. فده وجهة نظري على اللي حصل في ماتش السنغال. انا بقى وجهة نظري او انا كمجاهد يعني رأيي ايه، ان هل كنا نلعب بالطريقة دي ولا لا؟ انا للامانه كنت شايف وقلتها في الفيديو اللي فات ان دي الطريقه الانسب لماتش السنغال. هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر. انت في ماتش كوت ديفوار في حته اختلفت بس عليك، ان انت ماتش كوت ديفوار بدات الماتش 1-0 اصلا، فعشان كده انت ارتحت تماما. ماتش السنغال هم كانوا بيلعبوا، يعني احنا مش عايزين ننكر اسلوب السنغال في الكوره، يعني احنا مش عايزين نقول ان احنا اللي كنا وحشين، ما السنغال دول يا جماعه مش بتوع بطيخ، الناس دي بتاعت كوره، الناس دي لعيبه كوره. يعني انت كنت دفاعيا واقف كويس وحارمهم ومنعهم ومقفل عليهم، لما كنت بتقطع الكوره وبتيجي تطلع انت مش ما بتطلعش عشان انت فاشل او عشان انت وحش، لا، عشان الناس دي عامله جهد رهيب ومجهود رهيب وخطه رهيبه ان هي تعطلك ان انت تطلع بالكوره، فانت ما كنتش قادر تتغلب عليهم. هي دي الحكايه. هم لو كان عندهم ضعف، لو كان عندهم غلطات، لو كان عندهم هفوات في نص الملعب كنت هتقدر تروح، لكن هم كانوا متفوقين عليك في نص الملعب، وهي دي الكوره. انت مش راكن الدنيا ورا وبتشلت، انت مش عارف تطلع، قافلين عليك كل اللي بيطلع بالكوره. امام عاشور بيتضغط عليه باتنين، مرموش ما بيتسابش لوحده، بيتلمس في واحد لازق في ظهره والتاني جاي له من وراه، صلاح نفس الكلام، حمدي ومروان عطيه دايما في واحد مقفل عليهم اول ما بناخد الكوره. فانت كل المفاتيح اللي بتقدر تطلع بيها بالكوره انت معمول عليك ضغط رهيب. يعني ما نبخسش بحق فرقه السنغال والاداء اللي لعبوا بيه ان احنا نقول بس احنا اللي كنا وحشين، لا، هي امكانياتك خلاص انت جبت اخرها ومش قادر عليهم. انا شايفها بمنتهى البساطه كده يعني. وبالاخص انا شايف ان دي الطريقه الانسب عشان انت راجل كنت بتلعب على ان انت توصل نهائي. تقول لي يا روح ما بعدك يروح ما بعدك يروح دي لما يخش فيك جون زي ما عملنا كده في اخر 10 دقايق، لكن قبل العشر دقايق لا، انا هفضل مأمن وخايف ومأمن وامد الدنيا زي ما توصل، حتى لو انا مش قادر اطلع بس هكمل بيها كده عشان لو فتحت انا مش عارف ايه اللي هيحصل فيا. فانت لازم تخاف على نتيجة الماتش،
ما فيش حاجه اسمها العب يا عم انت مش بقى على حاجه، لا ما فيش حاجه اسمها انت العب انت مش بقى على حاجه. العب انت مش بقى على حاجه دي لو احنا نازلين مثلا الماتش ذهاب وعوده طب مثلا يعني، والسنغال كسبانه هناك وانا لازم اكسب الماتش ده، خلاص يا باشا انزل من اول دقيقه موت نفسك، انت كده كده يروح ما بعدك روح. لكن لا، انا لحد الدقيقه 80 بحافظ على النتيجه عشان ما يدخلش فيها جوان. دخل فيا جون خلاص افتح بقى، مش باقي على حاجه. فتحنا ما فيش وقت خلاص، ما فيهاش يعني. مش ببرر، بس انا شايف ان ده وضعنا، ده حاجه ما تزعلش. زعلان طبعا عشان خسرنا، مفيش حد بيخسر يفرح. انا لو خسران من البرازيل، لو خسران من فرنسا هزعل طبعا. لكن تعالى بقى نهدى كده ونعقل. مصر بتلعب على تالت ورابع في افريقيا قبل البطوله، انت ما كنتش تتمناها. كان معظم الناس، كان احسن متفائلين يعني، كان بيقول لك هنطلع من دور 16. ده المتفائل شايف ان احنا واصلين لحاجه كويسه، عايزين نبني على ما هو قادم. بس قبل ما اكمل في حته نبني على ما هو قادم، انا او هي تعتبر تبعها يعني، انا مش عاجبني مثلا تصريحات حسام حسن وابراهيم حسن بعد اللقاء. مش عاجبني الحركه بتاعت مروان عطيه انه راح للحكم ويعمل كده، اللي هي بيشاور له فلوس يعني وبتاع. يعني الحاجات دي يعني يا حسام يا حسن، حتى لو في مضايقات، حتى لو في مش بكذبك يعني، كل اللي انت قلت عليه يا عم ده حصل. مش هو ده اللي خسرنا الماتش. احنا عشان نبقى عقلانيين احنا لازم نمسك ايه اللي خسرنا الماتش. هل تشكيله سيئه؟ هل ضعف في اللاعبين؟ هل ما عندكش دكه؟ هل ده اخرنا؟ ازاي نطور عشان بعد كده تمسك الحاجات دي وتشوف علاجها ايه. لكن انت لو قلت ان الضغوطات واقامه الفندق والتنقلات ومش عارف ايه، يعني معنى كده ان احنا لو اتحطينا في الظروف دي قدام اي فرقه هنخسر، حتى لو احنا معانا احسن فرقه في العالم يعني. امسك الاسباب الحقيقيه اللي خسرتك الماتش عشان تعرف تحل عليها. على من اول ما حسام حسن مسك المنتخب انا متخوف من المؤتمرات الصحفيه واللقاءات الصحفيه بتاعته. فبس هو كان ماسك نفسه لحد ما فرط في ماتش السنغال. اتمنى الناس يعني اللي ما اعرفش هل هو كان هادي من نفسه ولا الناس اللي حواليه ماسكاه ومسكاه العقل كده، اتمنى انه يستمر زي ما كان عشان ما فيهاش اي حاجه ان انت توصل للمرحله دي. ده بالعكس، ده كان الاتحاد حاطط لك ان انت توصل لماتش كوت ديفوار فانت عديته. فخلاص كمل كمل على اللي انت بنيته. انت بنيت ولو طوبه، ولو اول 10 سنتي بنيتهم، كمل عليه. ما تهدش الدنيا بايدك قبل ما الناس التانية تهدها لك. يعني انت قدامك ماتش نيجيريا، ركز فيه، الدنيا ما فرطتش، العب على التالت دي مهمة جدا. انا عارف، انا نفسي قبل الماتش كنت بتمنى ان ما يبقاش في ماتش تالت ورابع، لان الناس بتخش محبطة ونفسيات ومعنويات في الارض. وممكن الماتش الاخير ده بتاع التالت والرابع ده يفتح ونتيجه ما تبقاش واقعيه واللعيبه ملهاش نفس. بس اتمنى ان انت ما تكونش كده، اتمنى ان اللعيبه ما تكونش كده. العب على التالت، حاول تكسب. حاجه كويسه جدا ان انت تبتدي بيها اول بطوله. حسام حسن جاب تالت افريقيا، مش حاجه سلبيه، بالعكس تماما. انا بيتهيألي ان مروحنا واخدنا للبطوله دي كانت حاجه هتبقى ايه، والله زمان يا سلاحي يعني، حاجه جهجهوني كده زي ما كنا بنجيب بطولات قبل كده. طيب هل دي حاجه تعيب؟ لا دي حاجه ما تعيبش. بس اضرب واجري دي ما تعبش، بس يعني ما تعرفش تبني عليها. يعني ما كنتش عايز اخد يعني انا طبعا كنت عايز اخد البطوله، بس ما كنتش عايز اخد البطوله بالصدفه. فاهم اللي هو احنا شدينا والراجل قفل على المعسكر واللعيبه استرجلت و وصلنا للنهائي خدنا البطوله فخلاص. لا انا طبعا كنت اتمنى اخدها، بس ما عنديش مانع ان احنا ناخد تالت ونركز فيما هو قادم. نركز ان انا ازاي اجهز فريقي لكاس العالم، اركز ان انا ازاي اخش التصفيات الكويسه، التصفيات بتاعه افريقيا 2027 بشكل كويس، ازاي احضر نفسي لكاس العالم، هي البطوله الاقرب لينا دلوقتي. بالذات ان انت عندك منتخب تقدر تكون فرقه، لكن انت ما عندكش دكه تماما. وما ينفعش نروح بنفس الشكل ده لكاس العالم، رتم اعلى ومنافسات اعلى و انت محتاج تكون فريق كامل. دي نصيحه للجهاز الفني، نصيحه للاعبين. كل واحد راح المنتخب وكل واحد ما راحش المنتخب، موت على كل ماتش وموت على المشاركه واسترجل وطلع احسن ما عندك. احنا رايحين بمنتخب 3/4 ما بيشاركش. امام عاشور راجع من اصابه، صلاح ما بيشاركش في ناديه، مرموش ما بيشاركش في ناديه، مصطفى محمد ما بيشاركش في ناديه، حمدي فتحي في الدوري القطري، ابراهيم عادل في الدوري الاماراتي، مع كامل احترامي للدوريات دي، بس رتم الدوريات دي مش الرتم اللي يخليك فت في الملعب. فتوح احنا جايبينه من بيتهم، فتوح حرفيا جايبينه من بيتهم. فانت رايح بتشكيله اللي احنا بنقول قادرين نكون منها فرقه هي اساسا بدنيا مش جاهزه. اتمنى ان الناس
تسترجل شويه بينها وبين بعض، تسترجل شويه عشان تخش كاس العالم، ناويه تعمل حاجه. وزي ما قلت ناخد ماتش نيجيريا ده ان انا اوصل لثالث افريقيا، اخده كبدايه. نفسي من حسام حسن ان العب كورتك الهجوميه بقى في الماتش ده، العب كره هجوميه ما تخافش. لان انا بالنسبه لي تالت زي رابع، نفسي تلعب عليه بس العب عليه بكره هجوميه، نوع، غير من نفسك، اختبر نفسك، اختبر لاعيبتك. شوف لما العب قدام فرقه عندها سرعات وعندها قوه هجوميه كاسحه وعندها وكانت مصنفه اول ان هي تاخد البطوله، لما العب قدامها بشكل هجومي هل فعلا هيتمسح بيها الارض ولا لا؟ هقدر اسد ابني عليه، هيتمسح بيها الارض. ابتدي شوف هتحل المشكله ازاي، وهتبقى طريقه لعبك الاساسيه شكلها عامل ازاي، عشان انت هتروح لكاس عالم مستوى اقل ما فيه هي السنغال ونيجيريا اللي انت بتلعبهم، وكوت ديفوار، دول هيبقوا اقل مستوى في كاس العالم. فاتمنى ان ماتش نيجيريا يتاخد كتجربه ايجابيه، كتجربه رسميه، مش تجربه ان انا اجرب لعيبه، ان انا اجرب ان انا يبقى عندي جرأة هجومية على فرقة قوية جدا. ايه اللي هيحصل فيا؟ ايه اللي هعرف اعمله؟ اتمنى ان هي دي تكون بداية. اخيرا كده في حتة اتقالت او سمعناها، يعني قال لك ان صلاح اعتزل او قرر انه يعتزل بعد كاس العالم. يعني انا بالنسبه لي مش فارق معايا خالص، ولا تهزلي شعر، ولا فرحت ولا زعلت. يعني عايز تعتزل اعتزل بصراحه. صلاح بالنسبه لي لعيب ما شفتش منه، يعني ما حسيتش كده، يعني ما تغنتش بامجاده، يعني زي ما بيقولوا. مش هقعد اقارن بينه وبين زي زيدان ولا تريكا ولا الناس اللي كانت في الاجيال القديمه، بس انا بقول اللي انا شايفه. صلاح عملت لك انا المقارنه في البطوله دي قبل كده، شفت مرموش في ماتش كوت ديفوار، شفت مرموش في اول ماتش زيمبابوي بيتهيألي، شفت تأثيره وازاي باقي عينك شايفه ان الراجل ده مختلف عن الكواليتي اللي معاك ومختلف عن الفرقه اللي قدامك وقادر يعمل لك الفرق. انا بيتهيألي ما وعاش على صلاح انه عمل كده في اي ماتش من الماتشات، ما وعاش عليه عمل كده. جاب جوان كتيره جدا، بس ان انا لما انزل قدام اثيوبيا وموزمبيق وغينيا بيساو ومش عارف ايه اجيب بالجونين ثلاثه، هعدي بعد رحلتي هعد 90 80 جون جبتهم في مسيرتي. لكن لما في الماتشات الرسميه، مش الرسميه يعني ما بتبقى ماتشات رسميه، في الماتشات الحاسمه، وجود صلاح فين؟ مش موجود. وجوده سواء بقى تهديفي او وجوده تأثيرية، يعني او تأثير في الملعب او ايا كان، مش موجود. احنا بنستفيد من صلاح حاجة واحدة، ودي امبارح انا قلتها وانا بتفرج على الماتش، حاجة واحدة، ان هو مخوف خط الدفاع، بس دي الفايدة الوحيدة اللي انا بستفيد بيها من صلاح. ودي حاجة مش بسطاني، انا موقف لكم واحد يخوف خط الدفاع. عندنا في الفلاحين بيوقفوا خيال مآتة عشان يخوف مش عارف الطيور ولا الحشرات ولا ايه، عشان ما تجيش تبوظ الزرع يعني. فهل احنا بنستخدم صلاح في الماتشات الرسميه كخيال مائتة؟ اخوف بيه خط الدفاع عشان الدفاع ما يتجرأش علينا وما يزيدوش علينا وما يضغطوش علينا بزياده؟ هي دي الفايده الوحيده منه يعني؟ لو هي دي الفايده الوحيده منه ما عنديش مانع انه يعتزل بصراحه. للاسف عمري ما حبيت صلاح مع منتخب مصر، والله العظيم من على مر التاريخ يعني. عمري ما حبيت صلاح مع منتخب مصر، يمكن بس في بدايته لما بدأ مع الجيل الذهبي يعني. عمري ما شفت منه حاجه ايجابيه للمنتخب، عمري ما فرحت باللي هو بيعمله المنتخب. بحسها كلها امجاد شخصيه ليه هو، بيسعى ورا مجد شخصي ليه هو، مش مموت نفسه على المنتخب. تصريحه قبل كده لما قال لك يعني ده وقت بقى ان انا اتكلم فيه، لما قال لك احنا معانا لعيبه محليين واحنا بنحاول جاهدين ان احنا نموت نفسنا عشان بلدنا. انا ما بحبش اللي يفكر كتير، انا بحب اللي يتكلم اللي في قلبه. لو هو ده اللي في قلبك فدي كارثه. لكن تفكر بقى وتقول لك اصل انا عايز اشيل الضغط عن اللعيبه وعايز اشيل مش عارف ايه عن اللعيبه. مرموش يا باشا قبل البطوله قال لك انا منتخب مصر، لما اتعامل معاه انترفيو في انجلترا قال لك انا منتخب مصر، انا رايح افريقيا اخدها ورايح كاس العالم انافس عليها. اصلا عقليتي كلاعب انا اي بطوله بخشها لازم انافس عليها، حتى لو انا اقل مستوى فيهم، حتى لو انا اخر فرقه فيهم. يعني زيمبابوي دي المفروض كانت جايه بطوله كاس افريقيا تنافس على البطوله، امال هي جايه ليه؟ جايه ترازي في الفرق الكويسه. يعني اي منتخب بالعقل كده، اي منتخب داخل اي بطوله انا داخل اموت، فما بالك انت المنتخب الاكثر تتويجا، انت المنتخب الاكثر مشاركه، انت المنتخب الاكثر تهديفا، انت المنتخب الاكثر وصولا للنهائي، الاكثر وصولا للسيمي فاينل، انت اكتر حاجه في كل حاجه. تقول انا اصلا عندي محليين وبشيل الضغط عن اللعيبه؟ يعني حاجه ما الباكج ككل كده الواحد مش بلاعها. يعني هو بيلعب عشان هو فعلا صلاح اللي هو بتاع ليفربول، اللي ما ينفعش حد يتكلم عليه بشكل سلبي يعني. بس كفايده الواحد ما شافش منه فايده يعني. نرجع لموضوعنا، اتمنى ان شاء الله ان ده يكون حجر اساس لما هو قادم في المنتخب. واتمنى ان احنا نشتغل بشكل ايجابي سواء جهاز او اتحاد كوره، وبالله عليكم الجهاز الفني واتحاد الكوره
يعني يا تحلوا الدنيا من دلوقتي، يا تتعاونوا مع الراجل وهيقوا له مناخ مناسب انه يدي حاجه كويسه، ما تبقوش دايما حاطينه تحت اختبار. وثالثا اللعيبه، كل لعيب يموت نفسه عشان يوصل لاحسن حاجه في مستواه وفي فورمته، عشان نروح كاس العالم ما نقعدش ندور مين عندنا على الدكه بره. احنا ما عندناش دكه وما عندناش نص فرقه اساسيه. فاتمنى ان تكون دي البدايه، وان شاء الله اللي جاي احسن. وبكده وصلت نهايه الحلقه، استنوني ان شاء الله الحلقه اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله.